اكتر الحاجات اللي بتضايق الست ان هي تبقى عارفه ان جوزها بيفكر في حاجه ومش عارفه ايه هي الحاجه دي. طب احكي لي، قول لي في ايه، مالك انت بتفكر في ايه؟ ما بيرضاش يحكي لها، نفسها تكون صاحبته زي زمان لما كان بيحكي لها كل حاجه. احنا بقى هنتكلم في الموضوع ده النهارده، عايزين نعرف ليه بطل يحكي لك، وكمان هنعرف ايه الحلول اللي هتخليه يحكي لك تاني. ندخل في الاسباب. ايه اول سبب يخليه ما يقولكيش كل حاجه؟ واحد، خايف من رد فعلك. يعني هو جربك قبل كده وهو بيحكي لك حاجه وانت رد فعلك كان عنيف، او قعدت تلوميه، ليه عملت كده، ما كنت تعمل كده، ما تسمع كلامي. تاني حاجه هو ضغوطات الحياه العاديه اللي هو هيحكيها لك ليه. يعني انا مشغول دماغي، هشغل دماغك انت كمان، وكمان لو حكيتها لك مش هتتحل، كده كده هي المشكله موجوده. فهو شايف حكالك او ما حكالكيش مش فارقه. تلاتة، مفيش وقت يتكلم معاكي في حاجه. هو جاي من الشغل تعبان مصدع، تقعدوا تتخانقوا مع العيال شويه، هياكل ويدخل ينام، مفيش وقت اصلا تقعدوا تتكلموا مع بعض. وده هنجيله في الحلول. رقم 4، طريقتك وانت بتتكلمي معاه بتستجوبيه، بتخوفيه وانت بتستجوبيه كده، فبيخاف وما بيقولش. عايزين نفتكر الستات الناصحه اللي كانت بتسترسل بالكلام من جوزها المره اللي فاتت، هسيب لكم اللينك تحت. ونيجي للفقره اللي انا بحبها، ايه الحلول؟ انا عايزه الحل. رقم 1، هنهيئه نفسيا عشان يجي يحكي لنا ونديله الامان كده. بصي بقى هتقولي له ايه؟ بصي انا اقول الكلام وانت تقولي له ايه بطريقتك. انا هنا علشان اسمعك مش عشان الومك. كده حسسناه ان رد فعلك هيبقى حنين، يعني مش هيهجم كده، مش هنهجم عليه. الطريقه دي برضو هتقربكم من بعض وتحسسوا بقى ان انت رجعتي زي ايام الخطوبه، البنوته الكيوته البسكوته. انت لو قلت حاجه تضايقني، لا انا هتحكم في اعصابي ومش ههجم عليك، يعني اللي هو مش هاخد الكلام ضدك. رقم 2، ناخد بالنا من الوقت. طبعا لازم ناخد بالنا من الوقت، يعني مش وهو بياكل كده تقول له انت كنت ماسك الموبايل بتكلم حد، انا عايزه اعرف كنت بتكلم مين. لا، استني لما يقعد ويتعشى والعيال تسكت كده، وبعد كده تتكلمي معاه وتشوفي انت هتعرفي تاخدي منه الكلام ازاي زي ما بقول. ويا سلام بقى لو قعدتوا تتكلموا مع بعض وانتوا خارجين مثلا في مشوار او حاجه بره البيت، بره دوشه العيال، يكون الوقت كده مناسب. رقم 3 بقى، في رجاله بتيجي بالمشاركه. يعني ايه؟ يعني انت اللي هتبداي الاول انك تحكي عن حاجه، هو يتشجع ويبدا يحكي. الطريقه دي بقى اسمها التدريج، اللي انت بتسحبي منه الكلام. انت بتبداي وتحكي وهو بعد كده هيبقى دور عليه، بس طبعا بطريقه تخليه يفتح نفسه كده عن الكلام. رابع حاجه، انت بدل ما تستجوبيه اللي هو السين سؤال مش عارفه ايه والكلام ده، لا احنا هنكلمه بحب. ايوه، نفس الليمونه بتاعت الفيديو اللي فات، النص التاني. لا بجد، هنتكلم بجد. بدل ما انت تقولي له انت ما تردش على موبايلك ليه بنشوفيه كده، لا قولي له انا قلقت عليك، كان في حاجه انت ما تردش ليه، بهدوء كده. فاهمين بقى؟ برضو لما يجي من الشغل واحنا عايزينه يحكي كل حاجه، انت برضو هتقولي له حصل واحد اتنين تلاته، وانت كمان ايه يومك كان ماشي ازاي النهارده. انت بقى بطريقتك تدخلي في الموضوع وتحاولي تسرسبيه الكلام. خامس حاجه بقى، لما يفتح قلبه ويجي يتكلم معاكي وممكن الموضوع يضايقك شويه، حاولي ما تهجميش عليه كده في الكلام علشان يكررها تاني ويجي يحكي لك كل حاجه. انسب حاجه تقولي له انا فاهمه قصدك، وتقولي له بقى ايه، طب ممكن نحل الموضوع ده ازاي. 6، تاخدي بالك من رياكشنات وشك وانت بتسمعي منه الكلام، يعني ما تبصلهوش بصه كده ولا رافعه حاجبك ولا تبصي له بصه اللي هي بتصغري له، لا. 7 حاجه، عايزين البيت يكون مصدر راحه ليه، اللي هو عارف لما يجي البيت هيبقى مرتاح، مش هيصدع من كتر الزعيق. لو تلاحظوا ان في ستات دلوقتي بقت تولع شمعة، تولع بخور، تحط معطر، الحاجات دي بتفرق في روح البيت. يا سلام بقى لو هديتي الاضاءه سبوتات كده بس على الخفيف كده، كل الحاجات دي اضافه تخلي البيت في هدوء وسكينه كده. في اخر الفيديو احب اقولك ان الرجال مش بتيجي بالزن، انت هيئيه نفسيا وخدي منه الكلام اللي انت عايزاه. بس كده، ما تنسيش تعملي اشتراك او متابعه عشان تكملي معانا باقي السلسله، وطبعا اللايك علشان اعمل فيديوهات اكتر. بس كده، سلام.